خيري. تعالى يا حبيبتي. ولأول مرة في برنامج الصواريخ أنا ألتقي بهذه الموهبة، هي عجبتني جدا وإن شاء الله هتعجبكم جدا. هي جميلة جدا ومش هقول لكم عندها كام سنة غير بعد ما تخلص. طبعا احنا عارفين الفرق بين الاتصالات زمان والاتصالات دلوقتي. الاتصالات زمان كانت في أرضي، تليفون أرضي. يا أستاذة أنا بتلعب الاتصالات زمان كان تليفون أرضي، دلوقتي التليفون محمول في الجيب في الشنطة أي حاجة. المهم إنه بيمشي معاه، بيتحرك معاه. طبعا في الراجل الشرقي ليه طابع معين كده، طابع جميل قوي بصراحه، بيعجب الستات، بينبسطوا منه جدا. الطابع ده هيبان دلوقتي في السكتش اللي هتعملوا معايا وتشتغلوا معايا حبيبتي حنين خليل. تحيه للحياه حنين خليل. وهنبدأ بس. ليه كده؟ كنت بطيء في الليل. أنا بحبها. صحيح أنا خاصتها بس نفسي أسمع صوتها، بس أنا حاسس إنها هي. مخاصمني بقاله مدة وفي الليلة الشوق ناداني، كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني. مخاصمني بقاله مدة وفي الليلة الشوق ناداني، كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني. اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني تاني. بالليل والدنيا ضلمة دورت نمرته وسكت ما قلت كلمة أنا بسمع نسيته. بالليل والدنيا ضلمة دورت نمرته وسكت ما قلت كلمة أنا بسمع نسيته. قال أيوة. ألو مين؟ أيوه مين معايا؟ وأنا بإيدي اليمين خدت السماعة وبوسها وقفلت السكة تاني. اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني تاني. وفتحت راديو مرة قفلت على صوتك.
سمعها للنهاية وفرحت إنه معايا، سمعها للنهاية وفرحت إنه معايا من غير ما هو يعرف، وقفلت السكة تاني. حرام عليك على رجلي المرة دي. برضه اكملنا يا ناس وحشني وخصام كمان حيشني، اكملنا يا ناس وحشني وخصام كمان حيشني، كلمته سمعت حيس وقفلت السكة تاني. وفي مرة جم صحابي خليتهم يطلبوه وغسلهم بعين يعني عني يسألوا. وفي مرة جم صحابي خليتهم يطلبوه وغسلهم بعين يعني عني يسألوا. سألوا أم الكلام ما فيهوش زيت الخصام، سألوا أم الكلام ما فيهوش زيت الخصام. بكرهها كور العب. وبعدين انتوا لو سلطتوا عليا روحوا قولوا لها مش طايع شوف خليتي. اطمن قلبي حتى وقفل السكة تاني. اكملنا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اكملنا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمته سمعت حيس وقفلت السكة تاني. أنا حاسس إن أنا ظالم البنت دي. عمالة تتصل بيا وأنا ما بسألش فيها، تتصل بيا ما بسألش فيها. ده مش حرام والله، والله حرام. أنا ظالم أنا ظالم أنا ظالم. مفيش مرة وليت لها في التليفون. لا لا خلاص يلا بقى نعمل رجولة. لا أنا راجل شرقي. كرامتي يقول لك مين؟ تتصل انا زلها تحبني، ازلها تحبني. ايوه هو ده القانون بتاع الراجل الشرعي. ايوه كده مش عارف والله صعبان عليا، انا بحبها بس كرامتي. اتصل وخلاص. لا يلا لعفه لعفه تموت في 60 دقيقه. هتعملوا اكتر. شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه؟ اطلب وش معنى هو ما طلبش يمر عليه. شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه؟ اطلب وش معنى هو ما طلبش يمر عليه. شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه؟ اطلب وش معنى هو ما طلبش يمر عليه. يا ريت يطلب ويقفل يعمل زي ما بعمل، يا ريت يطلب ويقفل يعمل زي ما بعمل. هعرف انه فاكرني لو قفل السكة تاني. اكملوا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اكملوا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمته سمعت حيس وقفلت السكة تاني. حنين خير. أقول لكم بقى عندها كام سنة؟ بس نقول سيرة حد. حنين عندها 12 سنة. المواهب الجميلة والهبة الإلهية بتلمس السن ده. أنا كخبير في هذه المهنة سنين طويلة، لما بتجيني
واحده مامتها بتقول لي دي عندها 4 5 سنين بتبدا الموهبه هنا. انا وانا عندي 4 سنين بالظبط كنت بقلد كل زائر فينا البيت، اقلده لما يخرج، ولو طلب ان هو اقلده قدامه اقلده بالظبط في حركته وصوته. فهي موهبه ربنا بيلهمها بالسن ده. طبعا حنين مش اول مره تطلع على المسرح، ما تفتكروش ان الطريقه ديت هي اتدربت على السكتش، انما هي عندها الموهبه وغنت قبل كده في حفلات، طبعا حفلات المدرسه، حفلات الشباب، حفلات الثقافه. فانا بصراحه لما شفت هذه الموهبه قلت لا دي تمثل كمان جنب، لان فن المونولوج فن اداء تمثيلي جنب الاداء الغنائي، تعبير عن الكلمه باي شكل بتوصله للناس اسرع من انه مطرب بس. تحيه لفنانتنا النجمه الكبيره اللي هتطلع في المستقبل، وانا اتوقع لها مستقبل جميل جدا، حنين خيري. في مسرحيه اكليل الغار